السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم فيديو عن الفراخ اللي مستوية في عرقها. يعني ايه مستوية في عرقها؟ يعني معتمدين على نسبة السوائل اللي في الخضار ومش هنحط لها أي مية. قبل ما ابدا الفيديو حبايبي، اتمنى اللي يعجبه الفيديو يعمل لي اشتراك ولايك وكومنت، واللي اول مره يشوف قناتي يعمل لي اشتراك فضلا ليس امرا. اول حاجه يا حبايبي هنجيب ووك ومش هنحط فيه اي نسبه دهون، وهننزل هنسخنه جامد، وننزل معانا فرخه كده مقطعينها اربع، وطبعا غسلينها غسيل جيد ومحطوطه في محلول النقع وشاطفينها. طبعا هننزل في الوok وهو سخن جدا عشان ندي للفراخ كده صدمة، بنديها صدمة عشان ما تنزلش نسبة السوائل اللي فيه وتبقى ناشفة معانا بعد ما تستوي. هنشوح فيها شوية كده يا حبايبي، وبعد كده هنحط التوابل معانا، فلفل والسبع بهارات وجنزبيل وقرفة ولوري وحبهان وشوربة دجاج وكزبرة ناعمة، من كل حاجة كده نص معلقة، ونص معلقة ملح. طبعا حطينا نص معلقة ملح من الصغيرة عشان معانا واحدة شوربة دجاج. هنبدأ نشوح الفراخ بالتوابل معانا كده ونقلب فيها قبل ما نحط الخضار عندنا. طريقة الفراخ دي يا جماعة جميلة، بتبقى أجمل من اللي هي مشوية. معانا قرن فلفل حامي عملناه طرنشات، 3 قرن فلفل مقطعينه كده قطع، وطماطمتين 2 قطعناها برضو قطع برضو كده. معانا بصلتين وسط، هنقطع البصل جوليانو قطع صغيرة برضو كده يا جماعة. الفراخ دي يا جماعة كانت طعمها جميل، بتبقى أجمل من المسلوقة بكتير، وبتبقى بتديلك طعم اللي مشوية على الفحم. بصراحة يا جماعة كانت رهيبة، اتمنى تجربوها وبنفس الخطوات بتاعتي كده، واكتبوا لي في الكومنتات اذا كانت عجبتكم ولا لا. هبدأ يا جماعة اشوح الفراخ كده اللي احنا حطينا عليها التوابل بالخضار. الطريقة دي سهلة جدا يا جماعة، بس بصراحة بتبقى جميلة جدا. اهو يا حبايب قلبي بنشوح كل شوية كده ونغطي كده يا جماعة. كان عدى وقت كبير. معانا قيمة معلقة صغيرة كده توم مفروم، هنحط التوم ونشوح بيه برضو. اهو يا حبايبي تنينا نقلب كده في الفراخ مع الخضار، والتوم ده يا جماعة بيديلها برضو تيست جميل جدا. ومعانا واحدة شوربة دجاج اختياري اللي عايز يحطها، بس هي برضو هتبقى حلوة معانا. كل شوية بنبدأ نقلب من اليمادي لليمادي عشان هي كده بتستوي في نسبة المية القليلة اللي نازلة من الخضار. كل ما بغطي وافتح كده يا جماعة شوفوا كده الخضار سرد مية معانا قد ايه. احنا ما حطينالهاش كده مية خالص. طبعا الفراخ نزلت ميتها والخضار نزل مية، كانت مسكرة وجميلة يا جماعة. طبعا من ضمن التوابل يا حبايبي احنا حطينا معلقة صغيرة من بتاعة الشاي سكر عشان تعادل نسبة الحموضة اللي في الطماطمتين اللي احنا قطعناهم دول. كده غطينا برضو، وكنا قعدنا شوية، وكل ما بغطي كده واسيبها شوية بتبقى قعدت لها مثلا ممكن 5 دقايق 7 دقايق كده يا حبايب قلبي. في المرحلة ديت كانت استوت معانا. هنبدأ ان احنا ننشلها وهنحطها في الفرن تحمر معانا. طبعا الصوص اللي طالع منها دي بالخضار ده، هنصفي الخضار ده يا جماعة وهنستخدمه شوربة، هتبقى شوربة مركزة كده وتبقى جميلة. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، واذكروا الله
لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. كده يا حبايبي جبنا صينية وحطينا فيها قيمة معلقتين او 3 زيت بالعدد، حاجة بسيطة كده. وبعدين حطينا الفراخ في الصينية، هنبدأ برضو ان احنا ندهنها وندخلها الفرن. الطريقة دي يا جماعة بتبقى باردة جدا، وبتبقى لها تسكرة كده حلوة قوي، وصحية طبعا برضو. اهي يا حبايب قلبي كده حمرناها في الفرن. اتمنى ان الطريقة دي النهاردة تعجبكم يا حبايبي، واللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش باشتراك ولايك كومنت حلو. ربنا يسعد قلوبكم جميعا. واللي اول مرة يشوف قناتي يعمل لي اشتراك فضلا ليس امرا. اهي يا جماعة كانت جميلة، وكانت شكل المشوية الجاهزة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.